في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 شفنا شاب كده كان ماشي على ايدين الاتنين، كان لابس الزي القطري، كان طالع مع الممثل الامريكي الشهير مورجان. قرأ القرآن الكريم بعدها في بداية الحفلة. طيب يا جدعان، مين الشاب الجميل ده؟ وده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. بس قبل ما نبدأ انا هاخد من وقتك كام ثانية. الصلاة على حبيبنا النبي، حط لايك جميل ويلا بينا. وفي اجمل من انك تبدا اي حاجه بالقران الكريم وبكلام ربنا. قطر حرفيا بتعمل عظمه. الاحتفاليه كان الابرز فيها هو الطابع العربي واللمسه القطريه بالذات، الرقص بالسيوف والجمال والشغل الجميل ده بتاع اخواتنا القطريين. وعلى الرغم من بساطه الحفله في الاخر طلعت جامده جدا كرساله يعني من دوله قطر. الرساله وصلت خلاص باحلى صوره. الحفله بدات مع فرقه رقص ومع زي موحد وجمال واقفه في الخلفيه ورا مع موسيقى تحسسك باللمسه العربيه. لا ده انت تحس ان هي حاجه مخصصه للعرب. في الوقت اللي كانت الفرقه فيه بترقص او بتعمل العرض بتاعها، وقتها بقى ظهر شخص كان ماشي على ايدين الاتنين، شخص ذو الاحتياجات الخاصه. والشخص ده فضل ماشي وسط المؤديين دول لحد ما وقفوا خلاص والنور طفي. وفي الوقت ده دخل عليه الممثل الشهير الامريكي مورجان. فقام الشاب ده ترحب بيه ورحب بالحاضرين في المكان، وقام مشاور له كده علشان يقعد جنبه يعني. وبالفعل مورجان قعد جنبه وساله سؤال مهم جدا. كان مضمون السؤال بتاع مورجان للشاب القطري ده عن حال العالم كله. من الواضح ان هو متباعد ومنقسم، فازاي بقى نخلي كل الدول دي تقرب من بعضها؟ برغم من اختلافات الثقافات كل واحد ليه طريقته الخاصه. ورد عليه غانم المفتاح اللي هو الشاب ده بالايه القرانيه دي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. غانم المفتاح هو شاب قطري بيعاني من متلازمة التراجع الزايد. المتلازمة ديت هي مرض نادر وعاق خلقي، واللي بيحصل فيها هو غياب الجزء السفلي من الجسم مع تشوهات في فقرات القطنية. وأكيد المصاب بالمتلازمة ديت بيقعد على كرسي متحرك عشان يقدر يتحرك. غانم المفتاح اتولد سنة 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، ماسك دلوقتي سفير النوايا الحسنة بلده قطر. كمان الشاب ديت أصدر العديد من الكتب والمنشورات التحفيزية علشان يساعد كتير جدا من مستحدثين الإعاقة، ويعد واحد من الشخصيات الملهمة للشباب العربي. زي ما احنا شفنا كده ان هو تم تعيينه كسفير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وده لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ودولته واثقين فيه ان هو شخصية ملهمة جدا وانها تكون واجهة للحدث الكبير ده. وعلى الرغم من كل ده برضه غانم بيدرس وحاليا طالب جامعي ومتخصص في العلوم السياسية، وهدفه ان هو يكون دبلوماسي لما يتخرج ويكبر. كمان الشخص ده شاطر في اكتر من رياضه وبيمارس رياضيات كتيره جدا زي السباحه والتزلج على الالواح والتسلق على الصخور. علشان كل الكلام ده خلاه شخصيه مؤثره جدا على اكتر من مستوى. كل دعم الغانم والمستحدثين الاعاقه في العالم، ويا ريت كله يبقى زي غانم المفتاح. بس كده في النهايه طبعا رايك مستنيه في كومنت. لو عجبتك الحلقه ديت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه لو انت على اليوتيوب. لو انت بتتفرج من على الفيسبوك فما تنساش الفولو واللايك يا زبون. بس كده في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب جدا، وسلام.